لا أجد مفرا مما كان مني ولم أحترس فيه من تزيين عدوي وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء خسام أسبس شموسي دم ترايا التي قلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نورا همه مریضا رو مد نظر بگیرا یا نورا یا اول الأولین و یا آخر الآخرین دستو بالا بیار اللهم اغفر لی الذنوب التي تحقق العصام اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تودعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وأعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا
ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من قاده من البلاء أقلت وكم من عطار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حولي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتنا الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومضاني يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تقضحني بخفي اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في قلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي فقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي مني إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك بلا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا منكسرا مستغفرا مغرا مطعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني
شمد وفا بیارم برهم همه بیمارا مد نظر بگیرم وانقطع جلدي وانقطع عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتمى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيتا أو تباعد من أدنيتا أو تشرد من آويتا أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خلت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك موضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حمتا صارا خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مطعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم شبیه که دعا مستجاب میشه ها یا کریم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته فكيف حتماني لبلاء الآخرة وجميل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك ضعيف ضليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي
لأي الأمور إليك أشكو بل ما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدة أملك للبلاء ومندة فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حول نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار برجائي أكبر فبعزتك يا سيدي فمولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وذاقت عذابها بمعصية فحبس بين أطباقهم بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبهم وأنت تسمع صوته وترى مكونا أم كيف يشتمل عليه زفيرهم فأنت تعلم ضعفهم أم كيف يتغلغل بين أطباقهم وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك فلا مشبه لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك
باليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تمنعها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وقلبت من عليه أجريتهم أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم ما شاء الله همه بلند أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم الشاهد بما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أحسنت أو إحصان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي وفاقتي يا ربي تو به خدا همه صدا بزنن کوچیکا بزرگا همه صدا بزنن یا ربی یا ربی أسألك بحمدك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي أموره أشدد على العزيمة جوانه وهبني الجنة
خشیت بندوام فر اتصال به خدمتك حتی اسرح الیک فی میادین الصالحین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ابلغ منک قلوب المخلصین و اخافک مخافة المعتدین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. اللهم فمن ارادنی بسوء فأرد ومن کادنی فکر واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك فاجعلني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيم ومن علي بحسن إجابتك وأقرني أطاعتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصرت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريعا. از دور میگه بابا دوست دارم دلم میخواد ببوسم. بابا چی میشه یه بار یه سر رو تو بغل کنم همونطور که تو منو میبوسی یا حالا من این سر رو ببوسم. بابا جان خسته از بس که بوسیدم تو را از راه قامت نیزه بلند و قلب دختر سوخته. حالا این که میخوام روایت کنم از سربازی که نیزه دار سر عبدالله نیزه دار میگه شب که شد یه جایی نشستی برای استراحت همه دیگه داشتن میخوابیدن منم خوابیده بودم. یه لحظه چشامو باز کردم دیدم این سه ساله از بین اسرا بلند شد اومد سمت نیزه بلند بود دیدم اومد این پاها رو اومد خونه نوک پاها بلند شد اینطوری کرد که سر بابا رو تو بغل ولی نمیتونم خب اونجا من دیدم این نیزه خم شد سر عبدالله پایین نشدن رمیه به آغوش خسته از بس که بوسیدم تو را از راه دور قامت راه میشناسی. خدایا به حق عبدالله به حق سه ساله عبدالله قسمت میگیم
همه بیماران اسلام مسلمین بالاخص مریضه این منظومه رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. به حق ابی عبدالله ظهور حجتت نزدیک بگردان. این قدم ها را به کربلا برسان. این قدم ها را بر صراط ملرزان. خدایا به حق ابی عبدالله چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تشکر